لو انت عندك خلع في مفصل الكتف، اول حاجه بتبقى عايز تعرفها هل انا كتفي هيرجع طبيعي تاني ولا لا. عاده لما بيحصل خلع في مفصل الكتف اكتر حاجه هي شائعه هو ان الغضروف الامامي بتاع مفصل الكتف بيحصل له اصابه او قطع. ساعتها بيكون الامر بسيط خالص، لان احنا بنصلح الغضروف ده ونرجعه مكانه، فبالتالي الكتف ما بيتخلعش مره اخرى. وهنا هنشوف الاصابه بتاعه الغضروف الامامي بس للمفصل. زي ما احنا شايفين هنا حصل قطع في الغضروف بس، لكن الراس عظمه العضد زي ما هي، ما حصلش فيها اي فقدان او اي اصابه. ساعتها احنا بقى بنعمل اصلاح للغضروف ده بس عن طريق ان احنا بنعمل له تمشيط للدوره الدمويه بتاعته زي ما هنشوف دلوقتي، وبرضه لازم نعمل تمشيط للعظم اللي هيرجع عليه اعاده زراعه للغضروف عن طريق الخطاطيف اللي احنا شايفينها هنا. اكتر حاجه بتفرق معانا كدكاتره في خلع مفصل الكتف هو عدد المرات اللي حصل فيها الخلع، لان عدد المرات ده بيفرق كتير. هل الاصابه دي في الانسجه المحيطه بالمفصل ولا وصلت للعظمه كمان؟ المشكله كلها او امتى العمليه ما بتكونش ناجحه بصوره كافيه للمريض. لو احنا كان عندنا اصابه في راس عظمه العضد وجزء من العظمه كان مفقود، وتعاملنا مع الاصابه دي كانها اصابه في الانسجه بس او اصابه غضروف امامي فقط، زي ما احنا شايفين عندنا فقدان في راس عظمه العضد وفي نفس الوقت عندنا اصابه في الغضروف الامامي للمفصل. دايما اكبر مشكله بنواجهها ان معظم العيانين بيكون عندهم في فقدان في راس عظمه العضد وبيعملوا العمليه دي بس اللي هو اصلاح للغضروف الامامي. ساعتها زي ما احنا شايفين حتى لو احنا صلحنا الغضروف الامامي هيظل الجزء المفقود بيعلق وبيسبب خلع في المدى الحركه البعيد، وده بيقلل نسب نجاح العمليه. طيب امال احنا المفروض نعمل ايه؟ طبعا لو احنا عندنا اصابه في الغضروف واصابه في العظم، دي ليها عمليه مخصوصه بتتعمل لها علشان نضمن اعلى نسبه نجاح للعمليه، ولازم نعالج الاصابتين دول كاصابتين منفصلتين تماما، وما ينفعش نعمل لهم عمليه واحده بس، لان ده هيؤدي الى نسبه نجاح قليله جدا خصوصا لو انت رياضي. هنا هنقول ايه مدى خطوره الجزء المفقود من راس عظمه العضد، لان هو في مدى الحركه البعيد اللي هو لو انا هعمل كده لحد الاخر، لو انا مثلا بلعب تنس او بلعب رياضه او جيم لازم اعمل الحركه دي لحد الاخر. ساعتها الجزء المفقود من راس عظمه العضد هيعلق على الجزء الامامي من الحق. طب امال ايه هو حل الفقدان بتاع راس عظمه العضد؟ الحل ان احنا بنعمل عمليه اسمها ريمبلاساج او زراعه العضله الخلفيه للكتف مكان الجزء المفقود. ساعتها لما المريض يحرك ايده لحد الاخر الجزء المزروع من العضله ده يمنع ان هي تعلق قدام زي ما احنا شايفين كده في الصوره. لان انت ببساطه لو ما عملتهاش في مدى الحركه الكبير لو انت رياضي ساعتها هيحصل لك خلع تاني حتى لو انت كنت عملت اصلاح امامي للغضروف فقط. العضله دي لما بتيجي مكان الجزء المفقود بتمنع حدوث الخلع في المدى الحركه البعيد، وساعتها تضمن اعلى نسبه نجاح للعمليه.